السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو إدارة الوقت والبورصة. إيه علاقة الوقت بالبورصة؟ دلوقتي حضرتك أنت دخلت في سهم جيد ولكن سعره غير جيد، انت كده اخترت التوقيت الغلط. طيب حضرتك برضو دخلت في سهم جيد بسعر جيد ولكن ايضا اخترت التوقيت الغلط. طب يعني ايه سهم جيد بسعر جيد؟ حضرتك اشتريت سهم جيد بسعر جيد في سوق عالي، كده انت اخترت التوقيت الخطأ. دي اول حاجة. تاني حاجة، حضرتك لازم تتعلم امتى تدخل السوق وامتى تخرج من السوق. طيب انا ادخل السوق امتى؟ اقول لحضرتك لازم حضرتك تختار التوقيت المناسب لدخول السوق. امتى ادخل السوق؟ حضرتك تدخل السوق لما تكون متوقع ان السوق بعد فترة وجيزة هيطلع، او حضرتك متوقع خبر مهم جدا، خبر يهم الاقتصاد العالمي او الاقتصاد المحلي، فهيحرك السوق ويخلي السوق يصعد. فبالتالي لازم تكون عارف التوقيت المناسب لدخول السوق. طيب امتى اخرج من السوق؟ حضرتك تخرج من السوق لما تشوف ان السوق بعد فترة وجيزة هينزل، فبالتالي لازم تختار التوقيت المناسب ان حضرتك تخرج من السوق. ليه يا فندم؟ لان حضرتك لو فضلت في السوق والكاش جوه السوق والسوق صحح، الاسهم هتصحح وهتنزل والكاش هيفضل محبوس جوه السوق. طب انا دلوقتي الكاش محبوس، افرض في فرصة موجودة في السوق محتاج كاش عشان اشتريها او عشان ادخل فيها، مفيش كاش، الكاش محبوس، او لاي احتياط او لاي ظرف انا محتاج كاش. ما اضطرش ان انا ابيع الاسهم بخسارة نظرا لان الكاش محبوس جوه السوق والسوق كان عالي وصحح بيا. اذا التوقيت عامل مهم جدا 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 في شغلك في البورصة. لازم تتعلم إدارة الوقت، لازم تتعلم إدارة الوقت وانت شغال في السوق وانت شغال في البورصة. امتى تشتري، امتى تبيع، امتى تدخل السوق وامتى تخرج منه. دي كانت نبذة بسيطة عن إدارة الوقت والبورصة. أتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، وأتمنى الاشتراك في قناة أكاديمية عواد، وأتمنى الانضمام إلى جروب فيسبوك البورصة في أكاديمية عواد. وأنا بشكركم جدا جدا، وأهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أكاديمية عواد مرة تانية. شكرا جدا لكم.